ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي يا حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. ان شاء الله النهارده هنعمل احلى سامبايتس في البيت، بدل ما نشتريه من بره نعمله في البيت، وطبعا ضامنين نظافته. طيب عشان نعمل الوصفه هنحتاج لبيضه بدرجه حراره المطبخ طبعا، و تلت كوبايه من لبن الحليب. تمام، احنا بنقول عليه هنا في مصر لبن، الدول اللي بره بتقول حليب. ربع كوبايه من الزيت. تمام، نص معلقه من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره من الزعتر. احنا هنعمله بطعم الزعتر والجبنه، يعني هنعمله ميكس كده. وهننزل بكوبايه ونص من الدقيق او الطحين، شوفوا بتسموه ايه برضو. اهو نزلت بكوبايه وهنزل بنص الكوبايه التاني. هنقلب كل المكونات دي مع بعض، وطبعا نص معلقه من البيكنج باودر طبعا عشان يطلع معانا هش ومفرغ من جوه. تمام، دي ربع كوبايه من ميكس الجبن. عندك جبنه رومي او جبنه تركي، حطي ربع كوبايه. ما عندكيش عندك ميكس كده زي اللي انا كان عندي، حطي برضو. ما عندكيش خالص، اكتفي معلقه الزعتر اللي احنا حطيناها، تدي طعم حلو جدا. وكمان لو جبتي زعتر محوج، ده كان زعتر عادي، فلو جبتي زعتر محوج من العطار هيبقى حلو جدا. طيب بعد ما احنا خلصنا كده العجينه بتاعتنا، هناخد قطعه من العجينه وهنرولها، هنعملها على شكل رول. تمام اهو. وهنجيب مقص نضيف طبعا، وهنقصقص العجينه بتاعتنا بعد ما روليناها، وهيطلع شكل السمباتيس بالظبط اهو كده. كده شكل العجينه. هنرصها في الصينيه اهو. طبعا الصينيه انا مش دهنها اي حاجه، الفرن هتبقى سخنه. هنحط هنشغل من تحت، بس اول ما يحمر على الجناب ويحمر من تحت كده هنشغل عليه الشوايه اهو. هنملى الصينيه بتاعتنا، هتاخد معايا صينيتين من كوبايه ونص دقيق. شايفين عملنا قد ايه حلوه جدا. وطبعا احنا ضامنين ان احنا عاملينها ازاي بدون اي مواد حافظه اهو. طعمها كان تحفه، جربوها ان شاء الله هتعجبكم، الاولاد ان شاء الله يحبوها. وطبعا هتوفر علينا كتير. ولا اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. ماما 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 في ماما